قبل الرئيس محمد منصف المرزوقي يقول أنه منع من الزيارة أو تلقي زيارات في المغرب، الشيء اللي خلاه يشعر بالأحباط. يعني ينجم يمشي للمغرب لكن زيارته تكون محدودة، لا يتحرك لا يخرج لا حتى شيء، ما اعتبره شروط تعجيزية، وعبر حتى على استيائه ووصفها بأنه يعيش بسببها في حالة أحباط. هذا على لسان الكاتب اللي أو الصحفي اللي نقل كلام هذايا، وقال أنه الرئيس نعم أنا جد محبط، خاصة أنه مصدر هذا الألم هو بلد عظيم اسمه المغرب، وربما كان ممكنا ألا أشعر بأي ذرة من إحباط لو أن الجزائر أو أي بلد آخر هو مصدر ألمي. إحباط الرئيس منصف المرزوقي. ماجد، شوف محمد، بادئ ذي بدء، فهمتني؟ والله خليه يحس بشوية إحباط من الأحباط اللي حسسونا اللي نحن تيلة عشرية كاملة هو حركة النهضة. معناها كلاونا أعز سنوات العمر، وقولها منسطر عليها أحلى سنوات العمر، دمرت